نعم حدد تغييرات، ولكن على مستوى نمط اللعب لا. الله اكبر حق. عن موعد الاذان، موعد الافطار بالنسبه للاعبين. طبعا الحكم يعطي الفرصه للاعبين انهم يفطرون بجرعه ماء وشويه تمر، التمر الجزائري او التمر التونسي اللي يتشابه مع بعض البعض. طبعا نعرف بانه في نيجيريا اكثر من 90% من الشعب النيجر مسلم، وبالتالي هم ايضا ملتزمين بالافطار. تقبل الله منا ومنكم. طبعا حتى على مستوى الدوري الانجليزي، الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اوصى الحكام بان يسمحوا للاعبين بان يفطروا اثناء بايقاف المباراة والافطار اثناء هذه المباراة، احتراما للمشاعر المسلمين واحتراما ايضا للصائمين. لقطة جميلة جدا وصور جميلة جدا بالنسبة للاعبين على خط التماس وهم يتناولون الإفطار بالتمر الجزائري وبالماء التونسي. فقط تمر ومية صعب جدا انك تاكل، يعني حتى الجماهير في المدرجات ممكن تاكل لانه عندها كل مسلحين بالمأكولات اللي عندهم، ممكن يفطرون بشكل اريح مقارنه باللاعبين. طبعا الساعه الان تشير الى تمام 46 بتوقيت تونس وتوقيت الجزائر كذلك. قلت في بدايه الوصف بانه حسب الكثير من الدراسات على مستوى الفيفا تمت في سنوات مضت، فإنه ثبت بأن الصيام لا يؤثر كثيرا على اللاعبين وعلى الرياضيين عموما. أوكي، لا يؤثر صحيا، يؤثر ممكن على المردود، أما على الصحة فلا. نعيش لحظات فعلا روحانية رائعة جدا بالنسبة للاعبين على خط التماس فوق أرضية الميدان بعد أن سمح الحكم مباشرة بعد الأذان للاعبين. هؤلاء الجماهير طبعا ولا واحد يسمح لهم، لأنه بعد يسمح لهم الأذان وفقط يتناولون الإفطار، سواء المناصرين الجزائريين المقيمين في تونس أو الذين تنقلوا من الجزائر إلى تونس لمشاهدة هذه المباراة، أو حتى بالنسبة للجماهير النيجر المقيمة في تونس أو التي تنقلت كذلك من الجزائر، من جماهير المسلمة التي تؤدي واحدة من الفرائض الجميلة جدا والفرائض المساعدة على إبقاء الإنسان مرتبط بربه وبمشاعره وبواجباته التي يقوم بها.